عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. لما تقدم أنه لا تكليف إلا بالبلوغ، ولا تكليف على فاقد العقل. كذلك والحرية، فلا يجب الحج على الرقيق، العبيد والإماء لا يجب عليهم الحج، وإذا وقع الحج منهم يقع منهم نفلا. العبيد إذا حجوا والإماء إذا حججنا هذا الأمر يقع منهم نفل، يعني في إطار التطوع والنافلة مثل الصبي. ويجب عليه أن يحج حج الفرض إلى عتق. إذا عتق الشرع يطالب لما يتعتق يطالب الحج بأداء الحج. كذلك الاستطاعة، والاستطاعة معناها القدرة على الوصول إلى مكة من غير مشقة كبيرة مع الأمن على النفس والمال، إذ أن الإنسان إذا لم يأمن على نفسه في الذهاب إلى بيت الله الحرام ولا على ماله يسقط عليه الحج. ولا يشترط في الاستطاعة وجود الراحلة، هذا الكلام قديما. فمن كان من الرجال قادرا على الوصول إلى مكة ومواضع النسك ماشيا من غير المشقة وجب عليه الحج. وكذلك الزاد الإنسان يعود عنده بمعناه المعروف، أن يكون قادر ماديا صحيا معنويا على الوصول إلى بيت الله الحرام. نحاول نختصر في هذه المسائل بأن نروحوا لللب. سفر المرأة من غير محرم، هل يجوز للمرأة أن تسافر وحدها؟ وهذا يقع كثيرا. وبكري كانت شروط، وكان المعروف أن المرأة لا تخرج بغير محرم. كذلك المرأة قال لك لا تكون مستطيعة ويجب عليها الحج إلا إذا سافر معها زوجها أو أحد محارمها، أو وجدت رفقة مأمونة. إذا ما لقيتش المحرم زوج أو يعني باقي الأقارب اللي هم داخلين في المحارم، ووجدت رفقة من الناس تأمن معها على نفسها، تروح إلى بيت الله الحرام. وهذا السفر قال لك لا يكون إلا في الحج الواجب، إلا في الأمور الواجبة، إذ أن المرأة ما يقولوش راكي رايحة لفرنسا ولا رايحة لإسبانيا ولا رايحة كذا بغير محرم، راكي رايحة مع رفقة مأمونة. هذه لا، هذا الرفقة المأمونة أيها الإخوة لا تكون إلا في الحج. بنتفاهم حقها المرأة رايحة لمصر يحوسوا وهم جماعة ناس طيبين، ما يصلح، لا يصح. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام إلا فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل المرأة إذا مات زوجها في الطريق معها زوجها وهي ذاهبة إلى بيت الله الحرام، هذا الأمور قد تقع في سنوات مضات، كان يروحوا على البر مثال، ووقعت هذه الأمور وبكري كانت توقع. إذا مات زوج المرأة وهي في طريقها إلى الحج، رايحة الحج ونوات وجدت أمورها مثال وعاد تروح في طريقها إلى الحج أو كان معها، يجب أن ترجع وتعتد في بيتها، لأن العدة واجب عليها في بيتها، إلا أن تكون قد ابتعدت كثيرا. الحال كما هذا اليوم مثال في الطائرة مثال، وإلا وصلت إلى البلد الحرام، وإلا مشات هي ركبت في الطيارة وما مثال سمعت بلي راه زوجها توفى، ما هوش عاد يردوها وحدها ولا عاد ترجع من البلد الحرام، وفي ذلك مشقة عن بلدها، أو تكون قد أحرمت فإنها تمضي في حجها ولا ترجع حتى تتحلل من إحرامها. هذا باختصار. الاستطاعة في حق الأعمى، والأعمى في الاستطاعة مثل البصير كل يشوف، إذا كان يقدر على المشي وحده من غير قائد، فإن كان لا يقدر إلا مع قائد فيجب عليه أن يؤجر يكري قائدا
إذا كان يقدر على الأجرة، إذا كان يقدر على الأجرة أن يأجر واحد يديه ويروح معاه ويحج معاه ويدل المناسك. فإن لم يقدر سقط عنه الحج إذا لم يجد متطوعا يعينه. واليوم الحمد لله يعني أي يكفي في دور يروح الحج اليوم الآلاف المؤلفة، وكل واحد يقول عندي الشرف به نعاون هذا الكفيف، هذا الإنسان الكفيف له الشرف الإنسان إذا كان يعني يمد له يد المساعدة. حج الصبي، قال يقع الحج من الصبي نفلا يثاب عليه الصبي، عنده أجر، ويثاب عليه ولي الصبي الذي أمر بذلك لأن أبويه ولده. ففي الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبيا هكذا في وقت الحج، فقالت له ألهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجره، ولك الأجر. في موسم الحج هذا الطفيل صغير هكذا، قالت له يا رسول الله ألهذا حجا؟ قالها صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبيا فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فإذا بلغ الصبي وجب عليه أن يحج حجة الفرض ولا يعتد بتلكم الحجة لأنها وقعت منه نفلا، نفل. كنت صغير انت داك بيك معاه يقول لا حق انا راه وداني بي كنت صغير وحج بيا خلاص، لا، يقول له الشرع لا، ولا يكفيه حجة هذا الحج قبل البلوغ. ففي حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث عليه حجة أخرى، إذا احتلم وبلغ وجب عليه حج آخر. الحج بالمال الحرام، الحج بالمال الحرام إذا كان المال من حرام مثل الغصب والسرقة والرشوة وأراد جامع هذا المال أن يحج، فإن أكثر العلماء من ساداتنا المالكية يقولون إنه عصى الله وحجه صحيح وعليه الإثم، وعصى الله لأنه سرق ورشاء واغتصب ودتع الناس وراح الحج. أما حجه من الناحية الشرعية لأدائه الفريضة فإنه قد أدى الفريضة، فإنه أدى الفريضة. قال ولا يطالب بحجة الفريضة مرة أخرى، ولكن حجه غير مقبول. لماذا؟ لأنه حج به، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لقول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. إذ لا يلزمه من صحة العمل أن يكون مقبولا. احنا نجم نقولوا الصلاة نتاع الإنسان صحيحة بصح نجم نقولوا مقبولة. أنا كل نصلوا وكل نتوضا ونتوجهوا إلى القبلة ونأدوا الفريضة نتاعنا. أي إنسان إذا أدى الصلاة بشروطها وأركانها وركوعها وسجودها وش نقولوا له؟ الصلاة نتاعك صحيحة، نجم نقولوا له مقبولة، ما نجموش نقولوا له مقبولة. أيوة. إذ لا يلزم من صحة العمل أن يكون مقبولا، فإن الصحة وش معناها؟ صحة العمل في الحج أو الصلاة معناها أن العمل استوفى الشروط المطلوبة لأدائها. هذا إنسان راح توضأ وجاء كبر تكبيرة الإحرام واركع واسجد وأدى الصلاة على هيئتها، الشرع يقول له صلاتك صحيحة. والقبول يعني أن الله رضي عن العمل وقبله وأثاب عليه، وهذا شكون ينجم يعرفه؟ ما ينجم يعرفه إلا ربي. ولكن احنا دائما المؤمن دائما يحسن الظن بالله تبارك وتعالى ويقول أن الله تبارك وتعالى قبل حجي، لقول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. فالذي يريد أن يكون حجه مبرور ودعاؤه مقبول يجب عليه أن يطيب نفقته، دراهم اللي راح بها الحج، ويطيب مطعمه ومشربه، لقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. قلنا أيها الإخوة، ثم الأمر آخر هو قضية النيابة عن الحج. هل يصح أن ينوب عليك واحد في الحج؟ قال لا يجوز للصحيح القادر على الحج أن يوكل أحدا يحج عنه الفرض بأجرة أو بغير أجرة. واحد صحيح لبس عليه ويعيط الواحد يقول له هاك
نسلك لك الحج ونسلك لك كلش، وروح حج عني، وهو قادر. لا يجوز لصحيح قادر على الحج أن يوكل أحدا من الناس أن يحج عنه الفرض بأجرة أو بغير أجرة، ولا تصح هذه الحجة حتى من الموكل. هذا اللي يوكله هذا وقال له هاك روح حج علي. ولا تسقط عنه حجة الفرض إذا أداها، يقول أنا هاني حق أديتها وأعطاني فلان، لا عنه ولا عن من أوكل، لا على من أوكل وأعطى الدراهم، ولا مع من أوكل. هذا اللي راح أدى هاك سوارد وروح حج علي، وهذا باتفاق. والعاجز، أما العاجز المريض على اختلاف من العلماء، هناك من يقول بجواز، هناك من يقول يسقط عنه إذا مريض عنده زهايمر والله مريض عاجز كامل، هناك من يقول يسقط عنه الحج، لأن ربي قال لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أنواع، ومنها الجانب الصحي، القدرة الصحية، وهذا إنسان عاجز أو ما عادش وله من المال. هناك من العلماء من يقول يسقط عنه الحج، وهناك من يقولون ينجم يدير الإنابة، لحديث الخيثمة الذي رواه الإمام سيدنا مالك في موطئه، أن المرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، رجل كبير مش قادر، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. وكاين من العلماء من قالوا هذا الحديث خاص بالتطوع، تحج عليه نيابة في التطوع، معليش تروح تقول يا ربي بلغ ثواب هذا الحج، أنا هي تروح تؤدي الأركان وتقول ثوابها. وكاين من العلماء من قالوا لا، إذا الإنسان لا يستطيع، عاجز مريض، يسقط عنه الحج باتفاق، بالدليل هذه الأحاديث وبدليل قول الله عز وجل لمن استطاع إليه سبيل. أما عن الميت فتصح. الميت بيك توفى ولا أمك ولا أخوك ولا حبيبك، ولا هو أنت قادر تروح بدراهمك، وإلا يجي واحد يقول لك هاك هذه الأمانة، هذه ماذا بيا تروح تأدي فريضة الحج عن والدي أو والدتي أو أخي أو حبيبنا فلان، هذه تصح عن الميت، وفيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة تقول باللي يجوز أن يحج الإنسان عن الميت وأن يعتمر عن الميت. لما تروح ذوك أنت إلى بيت الله الحرام، أم يخلطوا الناس شوية، يقولوا لهم ما كانش، يقولوا لهم لا عمرة إلا واحدة، ويديروا واحدة عمرة، فما يقولوا لا. كثير من المشايخ والعلماء رضي الله عنهم والسادة يعني من العلماء الأجلاء من أفتوا وأجازوا أن الإنسان يستطيع أن يعتمر مرة وأخرى، مش في نفس النهار، تعتمر نفسك ساعة ثم تأتي بعمرات لمن؟ للأموات، عمرة عن أبيك عمرة. ولكن دائما الإنسان يروح يعاود يعني يحرم، يروح من الحرم إلى الحل في مسجد السيدة عائشة مكان يقولوا التنعيم، يعاود يغتسل الإنسان، يلبس لباس الإحرام نتاعو ويصلي ركعتين ويقول لبيك اللهم عمرة عن فلان. شكون هذا فلان؟ هذا بيك ولا أخوك ولا عمك ولا اللي هو راهم في دار الآخرة، راهم في دار الحق. يستطيع حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام سقسته وحده، قالت له يا رسول الله راهو أبي، قالت له أمي توفيت وأراها لو تكلمت يعني لأوسط أو قالت تحج، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجي عن نفسك ثم حجي عن، دلالة على جواز الحج على الميت وعلى الاعتمار على الميت، فيجوز الإنسان يعتمر ويجوز له أن يحج عن الأموات. الآن أيها الإخوة ندخل في الأركان تاع الحج. الحج هذا عنده 4 أركان. هذه الأركان إذا أداها الإنسان كما ينبغي وأجادها فقد أجاد الحق. حج رشيد وقت تروحوا إن شاء الله نهار الحد إن شاء الله، ربي يسهل. إذا أدى الإنسان هذه الأركان بشروطها وأركانها وواجباتها فقد استوفى شروط وأركان الحج. ماذا به يعرف الإنسان؟
ما يعودش يروح الإنسان لهيه ويعود إخواني تعبان ويعود كذا ويعود ويخلطوها له فهم. لأن الناس ثم كل تولي تعرف، كل تولي تعرف وكل تولي، وكاين الناس مساكن الغالب يروحوا منها الغالب، خاصة الناس الأمية ولا الناس كبار ولا اللي ما يدركوش ولا. ولهذا ماذا به الإنسان، وخاصة العمرة سهلة. أما الحج له أبعاد كثيرة، له أركان وله شروط وله واجبات وله، فالإنسان يستوفي على الأقل الإنسان الأركان والأمور التي لازم تديرها أيها الحاج. حتى إذا إنسان يعني احتاج إلى أمر من الأمور الأخرى وينجم يعني يسأل عنها ويسأل عنها أهل الخبرة وأهل الاختصاص وأهل هذا الفن، ومش أي إنسان. وما يخليش أي إنسان الواحد يقول له هكا ولا يقول له هكا فيخلطوا له الفريضة نتاع العبادات نتاعو. أركان الحج، أول ركن في أركان الحج وش هو الإحرام. والإحرام ما معناه؟ الإحرام نية الحج والدخول فيه لمن أراد أن يحرم بالحج. كلمة الإحرام هي النية، هي القصد الذي ينوي به الإنسان أداء هذه الفريضة التي أوجبها الله عليه. أو نية الحج والعمرة معا، القران لمن يريد أن يحج بالحج والعمرة معا، ويسمى هذا قران كما سيأتي التفصيل إن شاء الله. وكثيرا ما يخلط الناس بين الإحرام وبين التجرد. الإحرام أيها الإخوة هو نية، هي نية القصد نتاع أداء هذا الركن. ومعنى التجرد أن يتجرد الإنسان من المخيط والمحيط في الحج، فلا يرون الإحرام إلا التجرد. كاين بعض من الناس يتبان له كي يلبس ينحي قشه ويلبس الأزرة والرداء يعني المنشف، يبان له هذا هو الإحرام. هناك فرق أيها الإخوة بين معنى الإحرام اللي هو النية والدخول لمن يريد أن يحرم بالحج، وبين أن يتجرد، لأن هذا التجرد واجب من واجبات الحج. وقلنا هناك فرق بين الواجب والركن. الركن لا يجبر، ما تنجم تجبر انت الركن بأمر من الأمور. أما ترك الواجبات في الحج أي واجب تركته تنجم يجبر يترقع كما نقول. أما الركن ما تنجمش ترقع الركن. فلا يرون الإحرام إلا التجرد، مع أن التجرد أمر ليس من أركان الحج. لحقشك وتلبس الأزرة والرداء هو ليس من أركانه، وإنما هو من واجبات الحج لمن يقدر عليه. فإذا تركه تلزم من تركه الفدية. فمن نوى الحج بقلبه فقد أحرم، نوى قلبه فقد دخل في الإحرام. يلزمه كل ما يلزم الإنسان الذي دخل بالإحرام من أداء المناسك التي بها يتم إحرامه. قال ويحرم عليه في هذه الحالة إذا وأحرم ونوى الحج يحرم عليه على ما على من الممنوعات، من ممنوعات الإحرام، كل الأشياء التي منعها الشارع لمن دخل بالإحرام. ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا أراد الخروج إلى مكة يأتي مسجد ذو الحليفة فيصلي ثم يركب، فإذا استوى على راحلته قام وأحرم ثم يعني بدأ بالإهلال. ومعنى الإهلال هو التلبية لأنها من واجبات الحج. وقت الإحرام بالحج متى يبدأ؟ وقت نبدأ الأصل فيه يعني، لأن هناك الميقات الزمني وهو الميقات المكاني والميقات الزمني. ويبدأ وقت الإحرام بالحج من أول شوال. وأول شوال متى يكون؟ هو أول أيام العيد الفطر يعني بعد رمضان، ويستمر إلى فجر يوم النحر. هذا الميقات ماذا يسمى؟ هذا يسمى الميقات ماذا؟
الزمني لقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، هذا ميقات، ولكنه ميقات ماذا؟ ميقات زمني يبدأ من أول يوم من شوال وينتهي بآخر يوم من بفجر، ويستمر إلى فجر يوم النحر، الفجر تاع يوم النحر اللي هو العيد الكبير كما نقولوا احنا. وهذا ما يسمى بالميقات الزمني للحج لقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات. ويمتد زمن التحلل من الحج إلى آخر شهر ذو الحجة. وينعقد الإحرام بالحج في أول يوم من أيام شوال قلنا، ويمتد إلى فجر النحر. هذا ماذا؟ وش يسموه هذا؟ هذا بين اخواننا اللي راه معنا او قدام واحد معنا ان شاء الله عاد يروح، يفرقوا بين الميقات الزمني والميقات المكاني. المواقيت، مكان الإحرام هذا المكاني، مكان الإحرام وهو ما يسمى بالميقات المكاني للحج أو العمرة، ويختلف باختلاف الجهات التي يأتي منها الناس. رب يجعل بيت الله الحرام يجعلها متوسط الأمر وجعلها هي المركز، وهذا المركز هناك المشرق والمغرب والجنوب والشمال التي يوجد فيها من يريد الإحرام ولا يخرج عن الحالات الآتية. هناك حالات وأماكن جعلها الله عز وجل لمن؟ لهؤلاء الذين يريدون الإحرام. ذو الحليفة، ذو الحليفة وين جهشت؟ ذو الحليفة وهي ما يسمى بها أبيار علي، وهذا رجل من الملوك، وكثير من الناس يعتقدون أن أبيار علي هي تسمى باسم سيدنا علي بن أبي طالب، لا، وإنما هي باسم أحد الملوك الصلحاء، لأنه حفر بئر للشرب للناس الذين يقصدوا الإحرام من هذا المكان إلى ويذهبون إلى، لأن الإحرام يكون من الحل إلى الحرم. وهذا هو مكان الإحرام لمن كان قادما إلى مكة المكرمة، قال من جهة المدينة المنورة. الناس اللي هم رايحين يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم، كاين ناس وين يدوهم؟ كاين ناس يروحوا إلى مكة، وكاين ناس يروحوا يقدموا لهم الزيارة تاع النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيأتي بيانها إن شاء الله. هؤلاء الناس يذهبون إلى زيارة سيدنا رسول الله، وهناك آداب، وهناك كذلك يعني شروط، وهناك على كل حال وإن كان راهم يضيقوا على الناس في قضية الزيارة. وكثير من الناس راهم يقولوا أن زيارة النبي ليست من واجبات الحج وليست من أركان الحج، ولكن العلماء قالوا هي من واجبات الحب، من واجبات المحبة. هذا اللي جابك الدين، هذا الأعظم. هذا شكون يشفع فيك غدوة؟ أنت من هو اللي يشفع فيك؟ هتشفع فيك الأركان، وهتشفع فيك البيت ولا زمزم ولا المطاف ولا السعي ولا أو يشفع فيك هذا الرجل العظيم سيد الأولين والآخرين. يضيقوا على الناس، يضيقوا عليهم وكأنهم يتعمدون، حتى أن الذهاب أصبح إلى المدينة قده يقول لك نهار واحد برك. علاه أخويا تدي نهار واحد؟ ما موش من واجبات الحج، ولكن من واجبات الحب لهؤلاء الناس، يعماوا عليها، محجوبين، لأنهم محجوبين. حب النبي هو من الإيمان، مش من كمال الإيمان. لن تكون مؤمنا كاملا إلا إذا أحببت، وهذه من واجبات المحبة. تروح فما ما تروحش تزور، هو مصيبة هذه. وقال من زارني وجبت له شفاعتي. انت يا الزائر اللي يوفقك ربي ان تقف على قبر سيدنا رسول الله، راك غدوة يشفع فيك، راك من اللي داخلين في لاليستا، راك في لاليستا اللي عد يشفعوا فيك. هؤلاء المحرومين دبروش، ما عندهم بينهم برسول الله، ما ندخلوش فيه، ولكن نبينوا، لانها مسألة مهمة ايها الاخوة. ذو الحليفة قلنا هي أبيار علي، وهو المكان الإحرام، وهو مكان الإحرام لمن كان قادما إلى مكة المكرمة من جهة المدينة المنورة. فهؤلاء الناس الذين تقدم لهم الزيارة وين يروحوا؟ يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أكملوا الزيارة وراهم رايحين، توجهوا إلى ماذا؟
إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج أو لأداء العمرة، أو كان حتى المعتمرين يقدموا لهم العمرة الزيارة تاع النبي صلى الله عليه وسلم. فإحرامهم يكون من هذا المكان من أبيار علي كما يقولوا العامة تاعنا، وهو ذو الحليفة. هناك أيها الإخوة جمع تبرعات في اللجنة الدينية لمشروع مسجد القدس، هذا المسجد الجديد اللي راه هنا في حي القدس، مسجد ما شاء الله، مسجد يعني ربي يبارك، نخبة من رجال الإخوان اللي راهم يعني واقفين عليه ومتوسط في البلاد. واللجنة نتاعو قال لك ماذا بينا تحرصوا الناس وكذا، باه إن شاء الله يكملوا هذا المشروع، إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله باه يكملوا هذا المشروع. الميقات الثاني المكاني هو الحجفة، وهي تقع بين، هذا المكان يقع بين مكة والمدينة إلى الشمال الغربي من مكة، إلى الشمال الغربي من مكة يقع هذا المكان. وهي لمن أراد أو قدم، شكون يحرم من هذا المكان؟ خوتنا نتاع مصر وجهة المغرب والشام وإفريقيا وأوروبا الغربية، ومن قدم من المدينة من جهة رابغ، لأنها من أعمال الحجفة وهي متصلة بها، وعليها أو عليه يكون الإحرام منها إحراما من أول الميقات وليس قبله. هذا كذلك مكان آخر من الأماكن المكانية التي يحرم منها الحاج أو المعتمر. يلملم مكان آخر يسموه يلملم، لمن هذا؟ هو لأهل اليمن، لمن قدم من جهة اليمن والهند وأندونيسيا وبلاد جنوب شرق آسيا، وهي تقع جنوب مكة، تقع جنوب مكة لإخواننا من اليمن والهند وأندونيسيا وبلاد جنوب شرق آسيا. رابعا مكان آخر يقولوا قرن المنازل. قرن المنازل هذا شمال شرقي مكة، يقع شمال شرقي مكة لمن؟ لأهل نجد ولمن كان من جهتها من جهة الرياض ومن كان على في هذيك الجهة. ذات عرق هذا مكان آخر يسمى ذات عرق، وهو شمال شرقي مكة، يقع شمال شرقي مكة، وهو لمن؟ للإخوان الذين يأتون من العراق، اللي راهم جايين من العراق وإيران والبلاد الشرقية. هذا المكان تاعهم اللي يحرموا منه. إذا تجاوز الإنسان هذه المواقيت لجهل أو قلة معرفة أو سهو أو أمر من الأمور، تجاوز الإنسان، الواجب أنه يحرم مثال من بيار عليه، باه يكون الإحرام نتاعو يعني صحيح. تجاوز هذا الميقات الأقل سهو، قلة معرفة، اسهاء صاحب الحافلة لأمر من أمور، ويحرم على الإنسان أن يتجاوز الميقات المكاني من غير إحرام على كل مكلف مخاطب بالحج قاصد مكة لأداء النسك وقت تجاوز الميقات. فإن كان قاصدا مكانا آخر غير مكة مثل المدينة المنورة، أو كان غير مخاطب بالحج مثل الصبي، فيجوز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام. واحد رايح المدينة ولا طفل صغير وإلا كذا غير مطالب، وإلا إنسان مجنون في القافلة وإلا مريض وإلا مغمى عليه، وإلا هؤلاء الناس رفع عنهم القلم. فإذا ما تجاوز الميقات، إذا ما تجاوز الميقات ماذا يترتب عليه؟ وش قلنا احنا؟ الإحرام من مكان هذا هو واجب ولا ركن؟ قلنا واجب موش ركن. إذن ترك الواجب قاعدة نفهموها في إذا فهمنا وفرقنا بين الواجب والركن. الركن الذي لا يجبر، ما ينجم واحد يجي يقول لي أنا فاتوا عرفة يقول لي حقا والله نجبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، إذا تجاوز الوقت ولا تجاوز المكان وإلا كذا وإلا حجه يعني بطل حجه ويتحلل ويروح يعتمر ويستنى إن شاء الله العام الجاي به يعاود مثال.
أما كل واجبات الحج أيها الإخوة فإنها ينجم الإنسان يفدي، بمعنى عليه الهدي، ووجوب الهدي لمن تجاوز الميقات. فمن تجاوز أحد هذه المواقيت من غير إحرام أثم، إن كان من الذين يحرم عليهم تجاوز الميقات من غير إحرام، ويجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي. فكل ترك لواجب يجب عليه الهدي. على كل حال الوقت أظن شوية يا إخواني يداهمنا، هذا الوقت الحج أيها الإخوة متوسع ياسر، ولا يستطيع الإنسان أيها الإخوة أن يعني يفي، ولكن بعض من إخواننا راهم إن شاء الله عاد يركبوا لعل الحد. كاين يعني ما أول طائرة أظن أقلعت من مطار هواري مدن لعل لبنان سبب أول طائرة. ربي إن شاء الله يبلغهم إن شاء الله، وربي يقبل منهم إن شاء الله، واللي إن شاء الله اللي ما توفقش إن شاء الله السنة ربي يوفقه إن شاء الله العام الجاي. فالحج أيها الإخوة هو نداء، فنتوقف عند هذا القدر، ونحاولوا إخواننا اللي ما سموه نجموا نكملوا معهم، يعني نجموا اللي راه محتاج حاجة ولا محتاج أمر إن شاء الله نجموا نكملوا معهم على يعني في أوقات أخرى، رانا واجدين إن شاء الله. ربي إن شاء الله يوفقنا، لأن الوقت شوية راهو ضيق على كل حال، فما نجموش نكملوا، ما نجموش نوفوا، لأن كل ركن يستطيع يحتاج إنسان أن يقف عنده يعني مدة به نجموا نستوفوا الكلام عن هذا الركن العظيم. ربي إن شاء الله يقبلنا وإياكم ويجعلنا وإياكم مقبولين إن شاء الله. كاين حاجة واحدة ننبه لها أيها الإخوة، وهي أمر مهم، هي ما داخلة في الأركان ولكن داخلة في أن العاقل ماذا به الإنسان اللي رايح إلى بلد الله الحرام يطلب السماح من الناس كل، حتى اللي قاسك، حتى اللي تعتقد أنه هو اللي قاسك وهو اللي ظالمك، والواجب أنه هو اللي يجيك ويستسمح منك ويقول لك سامحني، ما تراعيلوش، روح انت اللي اعفو، وانت اللي كانك انت اللي المطلوب، هو المطلوب زيد او عمر من الناس اذاك، وهو الواجب اللي يجي يعني يستسمح منك. ولكن المؤمن اللي يدور يروح ايها الاخوه يروح به يرجع مغسول نقي صفحه بيضاء. كثيرون هم الذين يذهبون ايها الاخوه الى بيت الله الحرام وبينهم وبين كثير من الناس عداوه وشحناء وبغضاء ويكرهوا وكذا ومش متفاهم معاه ومش عارف وكذا وما يروحش. روح انت الرابح، انت الفايز. قال لا يحل لامرئ صلى الله عليه وسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، قال فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، قال وخيرهم الذي ماذا يبدأ بالسلام. معناها انت اللي عاد تعود خير، انت اللي تعود محبوب عند ربي وتعود محبوب عند اذا كان من الاقارب ولا احباب ولا جار من جيران ولا صاحب قديم وتفاهمتش معاه. هم ياسر الناس اللي ما يستهدر مع بعضها، بل الاقارب والاقرب فالاقرب. وانت وين رايح تأدي فريضة عظيمة، عاد تقول له يا ربي راني جايك باه تتوب عليا وتغفر لي وتسمح لي وعاد نرجع يا ربي ورقة بيضاء صفحة بيضاء يا رب. وكيفاه نخليها ورايا الدعوة ملغمة؟ لا، هذه يعني بين يدي كلام، بين يدي يعني لأنها جزئية تحتاج عندنا أخواننا إن شاء الله ما عندهمش إن شاء الله الأمور إن شاء الله بربي، ولكن تنبيه هام ياسر. راك رايح المكان عظيم وتدور ترجع نقي صافي، فلا يكن بينك وبين أحد من المؤمنين ضغينة ولا كراهية ولا عداوة ولا حسد ولا ولو. فلان راني رايح إلى بيت الله الحرام وهاني جيتك، وإن شاء الله كاين واحد انت اللي غلط في حقه وتروح له تقول له سامحني ويقول لك ما نسمحش. ممكن ولا مش ممكن؟ الله هو اللي يسمح لك هنا. ممكن بينك وبين واحد ما تفهمتوش وتروح تقول له اسمح لي، هو مغيوظ شويه وكذا يقول لك ما نسمحلكش. ممكن ولا مش ممكن؟ قد تقع. فهنا الله مطلع، الملائكه يشوفوا وربي راه يشوف. هنا الله تبارك وتعالى هو الذي يتكفل بالسماح، هو اللي يسمح لك. روح على روحك لا عليك. ربي يوفقنا وإياك. هذا اخ يطلب من قالت امه اظن تقول والله ابتلاه الله تبارك وتعالى متعب شويه في الدار وكذا، ربي ان شاء الله يهديه ان شاء الله، وربي ان شاء الله يشفيه من هالمرض وهالعقليه راه متعب فيها والديه. كذلك ايها الاخوه
يعني هناك بعض من اخوان البلاد، يعني ناس البلاد هنا الخيرين من البلاد، داروا مؤخرا عمليه تاع تشجير في جهه لاكار وفي جهه في قداه المكان، حمله تطوعيه نتاع شباب جزاهم الله خير، راهم يغرسوا الان. ماذا بينا نمدوا لهم يد العون في كل مكان، في كل مكان نستطيع ان نجموا نغرسوا شجره، ماذا بينا نمدوا لهم يدينا. هذه واحده. والامر الاخر اللي هم اللي راهم يطالبوا به ان كل انسان داروا له شجره قدام داره، واش المطلوب منه؟ اسقيها برك، لحلها بدون الماء. اجر عظيم ايها الاخوه. هناك اشياء ايها الاخوه او يهملها الانسان، ما يعطيهاش قيمه، ما يقولش ايها الاخوه شجره اي حتى هي راهي مخلوق، تعطش ولا ما تعطش كما تعطش انت، كما الحيوان اجلكم الله. فهؤلاء الشباب وهؤلاء المجموعات راهم يحاولوا انهم يديروا في مدينه بسكره، وكانت مدينه بسكره شو يسموها مدينه الورود ومدينه الاشجار ومدينه الخضرار ومدينه، والان راهي خاصه الصائفه هذيك اللي مضات يعني ما جعلت كثير من الاشجار ايها الاخوه خلاص يعني راحت. فهؤلاء الناس اللي يقدر يعاون هؤلاء الناس، هؤلاء الشباب، هؤلاء المجموعات، يشري لهم الشجر جزاه الله خير. واللي ما قدرش وداروا له شجره قدامه، لا اقل القليل انه يهز بدون ماء ويسقيها به. كذلك طفله حديثه الولاده، هي وامها متواجدين في مصلحه الولاده، فربي ان شاء الله يشفيها، ان شاء الله يشفيها الميمه هذه، ويشفي ان شاء الله ميمتها، وهذه الطفيله ان شاء الله ربي يعافيهم وربي ان شاء الله يشفيهم. كذلك اخ راه موجود في دار في بلاد الغربه، توفيق خوينا كان يصلي معنا هنا وسنوات مسكين من اللي راح لفرنسا لهيه، وما يسترش ربي الان لحد الان انه يختم الكواغ نتاعو، واشتاق لميمته واشتاق لخيان واشتاق كذا. فنسال الله عز وجل ربي يوفقه ان شاء الله، وربي ييسر له ان شاء الله وييسر له الامور ان شاء الله لهيه حتى يستطيع ان شاء الله العوده ويولي نجم يروح ويجي ان شاء الله. كل من له حاجه، كل من له امر، ربي ان شاء الله يقضي الحوائج. خويانا اللي راهم رايحين الحج ان شاء الله ما تنسوناش بالدعاء، وتروحوا ان شاء الله سالمين غانمين، وتروحوا لنا ان شاء الله سالمين غانمين. امين امين. الحمد لله رب العالمين.